السلام عليكم، كي دايرين مع الصحة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نقسم معكم واحد الحاجة هكا في خاطري، في داخل خاطري. واللي هي على المنتخب المغربي، على أسود الأطلس، على الكتيبة ديال المايسترو وليد الركراكي. الله يحجبهم كاملين والله يحفظهم كاملين والله يحفظ ويحجب جميع المغاربة يا ربي، من طنجة للقويرة والقرقرات يا رب يا كريم. ويا رب حرسنا كاملين وحرس جميع المسلمين بعينك التي لا تغفل ولا تنام. واللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم القضية من بعد ما المنتخب المغربي نقدروا نقولوا أخفق شي شوية، ماشي مشكل. البرازيل كاع، والبرازيل حنا ربحناها ماشي مشكل، وتبارك الله السنغال ضربتهم ب4-2. ماشي مشكل. يعني الواحد كيكون بعض المرات كيكون يعني في الفوق، وبعض المرات كيهبط شي شويه، ماشي مشكل. المستوى ملي كيهبط شي شويه ولا شي حاجه، فالمدرب هو اللي متكلف، فهو اكيد غادي يدير اكيد غادي يصاوب. غيشوف هاد الاخفاقات منين جات، غيشوف هاد الاسباب هادي منين جات، وان شاء الله باذن الله غادي ندركوا الامور ومزيان. الواحد كيبريباري ان شاء الله السبتمبر اللي جاي، كنظن سبتمبر اللي جاي اللي هو غادي نلعبوا ان شاء الله باذن الله في كوت ديفوار. ان شاء الله اللي هو كاس افريقيا 2023. المهم السبب اللي خلاني باش ندير هذا الفيديو، بحال اللي قلت الاسود الاطلس اخفقوا، بحال اللي قلنا داروا تعادل مع الكاب فيرد او الكاب فيردي، و جنوب افريقيا ربحونا بجوج الواحد. المهم كاينين شي ناس اللي هما شمتوا وداك الشيء ماشي مشكل، الحمد لله. حنايا دائما كنشوفوا غير راسنا، وكنشوفوا الاخطاء ديال راسنا، وكنحاولوا باش نصلحوا الاخطاء ديالنا. قضيه ديال الوليد الركراكي، شفت بزاف ديال الناس، بزاف ديال ماشي الكل ولكن البعض ديال الناس وبعض ديال الاعلاميين اللي كانوا منتظرين انه المنتخب يدير اكثر من هكذا. انا واثقه، والمفروض حنا كلنا كمغاربه نكونوا واثقين في وليد الركراكي، لانه هذا الانسان حنا في مده ديال شهرين او 3 شهور اللي كنشد المنتخب تبارك الله. شوفوا الالفه اللي كون في المنتخب، شوفوا الاخوه اللي دار، شوفوا الصداقه اللي كونها، شوفوا المعزه اللي كانت بين اللاعبين في مده وجيزه، وهذا يحسب لوليد الركراكي. العكس صحيح، ملي كان المنتخب في يد خليلوزيتش، وليد خليلوزيتش ولا وحيد خليلوزيتش، فكان زياش كان بعيد، حمد الله كان بعيد، المزراوي كان بعيد، امين حارثه هو كان بعيد. يعني هرب لينا، يعني بحال نقولوا شتت لينا الشمل ديال الفرقه ديالنا، وهذا الشيء اللي ما كناش حنا راضيين عليه، وهذا الشيء اللي ما كناش حنا باغيينه. والحمد لله والشكر لله انه السيد او المايسترو القجع سمع الكلام ديال الجمهور المغربي، اللي بالفعل تيفهم في كوره وتيعرف في كوره، والكوره ما بقاتش مقصوره بس او فقط على الرجال، ولا حتى النساء كيمشيو تيتفرجوا، ونساء مساكن تيمشيو تيبكيو وتيشجعوا تيرضيو على اللاعبين. فكنا كنشجعوا، ما كاينش فرق نهائيا بيننا وبين الرجال نهائيا. فالمهم لقيت بانه كاين الناس اللي نقصوا من هذا الموضوع شي شويه، كاين الناس اللي كانوا باغيين اكثر، كاين الناس اللي تيقولوا فين غادي بينا يا وليد، فين كذا وكذا. انا نقول لكم ديروا النيه، ودائما حنا مع وليد الركراكي، ودائما نقولوا له سير 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 سير. الكلمه الوحيده اللي كيحماق عليها وليد الركراكي، الكلمه الوحيده اللي كيبغي يسمعها من الجمهور، ان شاء الله باذن الله ربي غيوفقنا، وان شاء الله باذن الله السيد راه تيخدم، السيد راه عارف شنو كيدير. هو اصلا وجه هذه الرساله لينا كجمهور مغربي، وقال لنا بانه انا عارف شنو كندير. هو تيجرب، وقال انا باقي كنعقل ملي كانوا غيلعبوا مع جنوب افريقيا، قال انا غادي نغامر ونقدروا كاع نخسروا ونقدروا نتعادلوا، ما فيها والو، ولكن انا كنجهز
واحد الفريق باش يكون قوي، باش يكون سوليد، باش يكون يعني لانه احنا عارفين بانه كاس العالم ماشي هو كاس افريقيا. الاوروبيين اللي كنلعبوا معاهم عندهم لعب، والافارقه اللي كنلعبوا معاهم عندهم لعب. يعني الافارقه ملي كنلعبوا معاهم كاين الالتحام وكاين النديه وكاين شي شويه ديال المدابزه وشي شويه. حنا ولادنا مساكن ما مولفينش بهذه القضيه هذه. حنا تبارك الله كاين اللي زايد في خلقان في اوروبا وداكشي ما عندهمش هاد التخربيق، عندهم كره سي كره، يعني كره الروح الرياضيه والتسامح وكلشي. فانا بغيت نقول كلنا وليد الركراكي، كلنا اسود الاطلس، احنا وراك في السراء وفي الضراء، احنا معك قلبا وقالبا. ما بغيتش نتفلسف بزاف في الهضره، هذاك الشيء اللي في قلبي بغيت نقوله، بغيت نوصله بانه وليد حنا واثقين فيك، واثقين فيك بزاف بزاف بزاف، وعارفينك ان شاء الله باذن الله غادي دير كل ما في الجهد ديالك، وعارفه بانه اسود الاطلس غيديروا كل ما في الجهد ديالهم على ود الرايه المغربيه وعلى ود جلاله الملك محمد السادس، الله ينصرو والله يحفظه. ومن هذا المنبر تنقولوا يا ربي تحفظوا لينا، يا ربي تحفظوا وتخلي تاج فوق راسنا يا ربي يا كريم. وكنقولوا شكرا السيد القجع، لانه تبارك الله ما شاء الله هو اللي دار هذه الطفره في الرياضه المغربيه. من نهار اللي شد هاد يعني اش كنقولوا حنايا، هاد المهم من نهار اللي شد هاد البلاصه ديالو هو تبارك الله ما شاء الله عليه. فوليد حنا وراك ومعاك وقلبنا معاك، وحنا ما خايفينش عليكم نهائيا، حنا ما خايفينش على المنتخب المغربي، لانه الاسد المغربي تيمرض وما تيموتش. اسود الاطلس يقدروا يمرضوا، يقدروا يطيحوا، ولكن تينوضوا، ومني كينوضوا ان شاء الله ان شاء الله غادي يفرحونا، وغادي يديروا المستحيل باش يفرحوا هذا الشعب المغربي اللي كيموت عليهم. وما نخافوش على فخر العرب، فخر الامازيغ، وفخر افريقيا. برافو وليد، نديروا النيه ودايرين معك النيه، وبحال اللي حنا دائما متربيين على واحد الحاجه اللي هي البركه والنيه والقلب الصافي، وتيقول لك دير النيه ونعس جنب الحيه. فاحنا ما غاديش نخافوا ان شاء الله باذن الله، طول ما حنايا دايرين النيه وان شاء الله ربي غيسهل لينا. وكلنا وليد الركراكي وكلنا اسود الاطلس، ونقول لكم في امان الله وحفظه. المهم انا جالسه بوحديتي هذه المره، غير انا وشادي، لانه ديانا ودينا راهم في سردينيا، وصلوا البارح في طاليان، وطاليان فيها تقريبا كانوا وصلوا اليوم. البارح كانت شي حاجه و30 حيت وصلوا في الليل، ولكن اليوم في الصباح صيفطوا لي فيديو قالوا لي بانه الحراره راها 37 في الصباح فاش فطروا، فاش كانوا كيفطروا في الاوتيل. فالحمد لله والشكر لله. من هذا المنبر كنبوسهم وتنقول لهم انجويت، تمتعوا، لانه لايف از سو شورت، فلازم تمتعوا فيها. ونقول لكم في امان الله وحفظه، وكنبغيكم، كنموت عليكم كاملين. باي باي.